اليوم يا شباب نور بي ام انتقل الى رحمة الله. طبعا هذا ولد مو بنيه للي ما يعرفون. اي نعم مثل ما سمعتوا انتقل الى رحمة الله، وهسه راح نعرف سوا ليش مات وشلون مات. اول شي لازم تعرفه انه هذا متحول، قام ديدي الاكتشاف على اساس انه هذا انسان طبيعي. شوفوا شي يا اخي، ترى مبين ولد متحول. اوكي هذا نور بي ام عايش منطقة المنصورة ببغداد، كان ينشر مقاطع ويفتح بثوث على التيك توك. بس انا سمعت ناس يقولون قتلوه منطقة الداودي، واللي قتله كان سائق ديليفري، كان ضام وياه مسدس بالعلاقة ومن شافها طلعه وقتله. وطبعا حط بيه 3 طلقات، خليكم بعلمكم يا جماعة. والله احتاريت وياه بالدليفري، يعني ما ادري ادق له تحية لو انتقده. انتو شو تشوفون؟ وهاي رسالة شكوى قاعد يصير مرة بالعراق. حبيبي اذا تصير مرة روح لامريكا خلينا نتاج على راسهم، اما احنا ما نخلق هاي النماذج التعبانة. ترى تعبتونا والله العظيم، طيحت سمعة العراق يا اخي. كرنج، العراق صار كرنج من وراء النماذج. واللي يريد يترحم النور بي ام فانا ما عندي مانع، لان هذا رايك ومو رايي. واللي يريد ينتقده ويفرح بهذا الخبر خليه ينتقده، انا هم ما عندي مانع. اما انا لا انتقده ولا اترحم عليه، بس اقول الله يستر من الجاي. وبالمناسبة انا نسيت اتكلم عن شخص اعتقد انتم عرفتوه، البعض مو الكل. من هو هذا الشخص؟ كان على بالي قبل شوية. ايه هسه تذكرته. هاي شبيكم نمجة كور؟ شنو نسيتوه؟ لك شنو هالغيبة؟ ما اتذكر حتى اخر مقطع حكيت بيه عليك. ما تقولي وين كنت تلعب؟ استعوفوا خلينا نجي على المهم. ترى انا بديت اقلق على نمجة الصراحة، انا احس فديجي يوم هم يصمتوا له طلقة 3 طلقات مو واحدة. فانا نمجة ارجوك فدوى البوتس دير بالك على روحك، ترى هاي الناس تكرهك حتى ما يترحموا لك اذا متت. وبس لهنا انا احس ما طلع عندنا شيء، مو؟ اي حكينا كل شيء بعد يضل عندنا، ما طلع عندنا شيء، شنو بعد؟ يلا مع السلامة اخوي. وبالمناسبة نور بي ام شخص ميت، فاشوف ان حرام تغلط عليه حتى لو كان شخص سيء.